من الدواعش في سوريا ووصل إلى أرضه، أرض الخير، أرض المملكة العربية السعودية، واحتضن أمه. لما عرف أن فكر الدواعش، فكر اليهودي الصهيوني المجرمين هناك، ومن يحملون هذا الفكر هو فكر للقتل واستباحة دماء المسلمين، انحاش ورجع إلى وطنه. شوفوا لما شافته أمه شلون حضنته. كم من الأمهات اليوم يبكون على عيالهم نتيجة الإثم الذي قام فيه بعض المشايخ اللي يدعون أنهم دين، وقصوا على عيالنا وزرعوا فيهم فكر متخلف، وراحوا هناك ومنهم من قتل ومنهم قتلوا الدواعش. شوفوا التقرير الجاي اللي أنشد شيلة صاحب يا شيلة عاصب الراس، يا عاصب الراس، شلون رجع لأمه. دورتش وزارة الأوقاف، كنا من الفكر اللي يذبح عيالنا. أعطوني التقرير. يا عاصب الراس وينك؟ حنا على راس قمة وردي عليكم ذمة. يا عاصب الراس وينك؟ يا عاصب الراس وينك؟ حنا على راس قمة وردي عليكم ذمة. يا عاصب الراس وينك؟ ديوان العرب والنور لا يضرب، والصدق نوره ومن يعرف الحق ما يقبل سواه. يا مرحبا حياكم الله يا مساير نعشى في دار من هو يمن الخايف. وحاسب روحي أنا والله العظيم وأطالب رجال الداخلية ومن الدولة، لا تروحون على الدواعش، روحوا على مشايخ الدين اللي ودوا تبرعاتنا هناك، ويوم انفضح أمرهم قالوا إحنا ما لنا شغل.